طيب أخي جلال، هنا سؤال من الأخت ميرا من فرنسا بتسأل، بتقول شو تعقيب شو بتتوقع سيناريو الضربة راح يكون؟ يعني السيناريو لهذه الضربة، هل هو قصف مخازن السلاح الكيماوي؟ هل هو مثلا ضرب المطارات، مواقع الرادار، محطات التحكم والسيطرة، القيادة العليا؟ شو بتتوقع يكون سيناريو الضربة؟ تفضل. طبعا سيدي الكريم، يعني رد على سؤال الأخت من فرنسا. إذا عناصر الجيش الحر قامت بالاستعداد لهذه الضربات، فنحن نعلم جميعا بأن النظام أيضا كذلك الأمر قام بإخفاء كميات كبيرة من السلاح، قام بنقلها. الولايات المتحدة صرحت اليوم بأن الضربات لن تكون من أجل تغيير النظام، إنما هي ضربات تأديبية، وهذا هو السيناريو المتوقع. الأسد قبل قليل يعني في طائرة إلى إيران. كذلك الأمر نحن نتوقع يعني، وخصوصا في محافظة حمص، نتوقع بأن الضربات لن تكون حاسمة، لأن في محافظة حمص هنالك خليط طائفي رهيب جدا، ومن يسيطر على الوضع هم أبناء الطائفة العلوية أو أبناء الطائفة النصيرية، ومن تتواجد لديهم كميات سلاح، وهي مناطق سكنية لا نتوقع بأن تستهدفها ضربات أمريكية. إذا استهدفت الضربات الأمريكية كما قلت ستستهدف المطارات، وهذا لن يحسم المعركة. ستستهدف مواقع الرادار، وهذا لن يفيد بشيء. ستستهدف يعني أماكن مستودعات السلاح المكشوفة التي فرغها النظام مسبقا من الأسلحة. هنالك مستودعات في جبال القلمون يعني يصل عمقها إلى، نعلم جيدا بأن أمريكا لا تنوي إسقاط النظام، لو أرادت ذلك لأسقطته قبل سقوط 100 أو 200 ألف شهيد، والرقم يفوق ذلك بكثير. كذلك الأمر يعني سيدي الكريم، أمريكا يعني تقوم بهذه الضربات أو تسعى لهذه الضربات من أجل مصالحها، وهذه الضربات لن تسقط النظام بشكل كامل، إنما سيبقى النظام وستبقى الحرب قائمة. وهذا السيناريو ما يتوقعه الكثير من الناس والكثير من الناشطين، لذلك لا نعول كثيرا على هذه الضربات. لكن الجيش الحر يعني لديه استراتيجية مختلفة تماما مهما كان نوع هذه الضربات، فإن هنالك أصبح خوف يعني لدى الشبيحة، لدى جيش النظام خوف، وهذا الخوف سيستغله الجيش الحر بتوجيه ضربات تكون قاصمة، وخصوصا في حمص أو في دمشق، من أجل إخلال موازين القوى. الجيش الحر كما قلت يتجهز، يقوم بإعداد العدة. عند بدء الضربات الأمريكية الجيش الحر سيقوم كذلك الأمر بتوجيه ضربات قاسمة للنظام. الجيش الحر اتخذ تدابير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجميع وخصوصا المدنيين وعناصر الجيش الحر. أمريكا لن تسقط النظام، يعني هذا الأمر يعلمه الجميع. أمريكا ستستهدف مواقع هي أساسا فارغة من السلاح. إذا دمرت ستدمر عدد من الصواريخ الغير مستخدمة، ستدمر مواقع ليست بذات حساسية، لن تستهدف يعني معظم مخازن الأسلحة أصبحت في القرى الموالية للنظام، خصوصا في المناطق الجبلية يعني. وأمريكا لن تستهدف هذه القرى، إنما تسعى للحفاظ عليها، وهذا لن يحسم المعركة نهائيا، والمعركة ستبقى قائمة. هذا هو السيناريو الذي يتوقعه الكثير من المدنيين وفق استطلاعات للرأي تم إجراءها اليوم من قبل عدد كبير من الناشطين في عموم سوريا. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. من أجل إثراء الحوار نأخذ بعض المداخلات يا إخوة. أخي شمسوري، يا ريت ترفع إيدك وتنقل سؤالك اللي كتبته على التكست للأخ لما يجي دورك. السلام عليكم. السلام عليكم أخي جلال، هل يوجد تنسيق بين الجيش الحر والقوات التحالف الغربي؟ وهل تتوقعون فك الحصار عن مدينة حمص المحاصرة منذ أكثر من سنتين من خلال الضربة الأمريكية؟ تمام. طبعا بالنسبة لسؤال الأخ، حتى هذه اللحظة ما في أي تنسيق بين القوات الأمريكية أو القوات اللي راح تضرب النظام. لكن الجيش الحر كما أخبرت قبل قليل اتخذ تدابير، منها أستطيع التحدث عنه ومنها ما لا أستطيع التحدث عنه، يعني بناء على طلبات من المجالس العسكرية. كما قلت لك الجيش السوري الحر اتخذ استراتيجية بإذن الله ستكون ناجحة. الجيش الحر اتخذ كافة التدابير، قام بتوزيع منشورات على الأهالي حفاظا على سلامتهم. هذه المنشورات تبين يعني خطوات للسلامة واتخاذ تدابير مناسبة من أجل الحفاظ على حياتهم. كما قلت لك يعني حتى هذه اللحظة قوات النظام تحاول شن
هجمات على محافظة حمص، وما رأيناه اليوم بالهجوم على حي القصور هو خير دليل على ذلك. لا يوجد أي تحرك من قبل الكتائب الجيش الحر لفك الحصار. للأسف أخي الغالي سأخبرك بخبر هو صادم لك، لكن هذا هو واقع الحال، لا نستطيع إخفاء الشمس بغربال. من يستلم زمام الأمور في محافظة حمص هي كتائب تسعى لعدم فك الحصار عن محافظة حمص من أجل دوام النعمة عليها ومن أجل دوام الدعم. هيئة الأركان تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في عدم فك الحصار عن محافظة حمص، لأنها تدعم كتائب بعينها، وكما قلت هذه الكتائب جالسة يعني بلفظ عامي تشرب المدة فقط وتشرب الشاي، لا تتحرك. هنالك كتائب تحاول العمل لكن تواجه بنقص في السلاح وعدم تقديم السلاح من باقي الكتائب. هنالك أساطيل في الريف الشمالي وخصوصا في مدينة تلبيسة، وأنتم تعلمون من أقصد، لا تتحرك نهائيا. الطيران الحربي كل يوم يقصف تلبيسة، وهنالك من المضادات الأرضية ما يفوق باقي مناطق سوريا، لكن لم نرى إسقاط أي طائرة في تلك المنطقة. في الرستن كذلك الأمر. حال الحولة يرثى له ولا نستطيع الكلام عنه بسبب ضعف التسليح وبسبب الحصار المفروض عليها. للعلم يا إخوة، أكثر منطقة محاصرة في محافظة حمص هي مدينة الحولة، وأستطيع إثبات ذلك بالدليل القاطع أو عبر الخرائط إن أردتم. مدينة منكوبة بكل المقاييس، لا يعول على أهلها بفك الحصار على حمص، لأنهم لو استطاعوا لفكوا الحصار عن أنفسهم، وحاولوا قبل فترة باقتحام قرية كفرناء فسقط ما يقارب من الحصار. هيئة الأركان لا تسعى من أجل فك هذا الحصار. المايك ميرا. طيب، في سؤال من الأخت ميرا كتبته على التكست بتقول: ما مدى تقبل الجيش الحر لتدخل خارجي في سوريا؟ يعني هل نظرة الجيش الحر من نظرة الشعب السوري؟ أخي جمال تفضل. أخي جلال آسف. أخي الكريم، طبعا بناء على سؤال الأخت، يعني نحن في الداخل السوري لنا تقريبا 3 سنوات يعني نعاني الأمرين. نعاني من نقص التسليح، نعاني من الجوع، نعاني من استغلال تجار الدماء وهم كثيرين جدا. معظم المدنيين نزحوا من غلاء الأسعار، نعاني من القصف، نعاني من أي شيء. كما قلت سابقا، يعني الجيش الحر بدأ باتخاذ تدابير يعني من أجل تنفيذ ضربات نوعية لجيش النظام، وينتظر هذه الفرصة. طبعا مسألة التدخل في سوريا أو العدوان الخارجي عليها مسألة محسومة نهائيا. يعني بالنسبة للجيش الحر نحن لا نقبل بأي احتلال خارجي، لكن نحن نريد المساعدة من أي طرف يريد أن يساعدنا، حتى لو لم تكن نيته إسقاط النظام، إنما توجيه مثل هذه الضربات. فقط التصريحات، يعني حتى اللحظة تصريحات أمريكا عن هذه الضربة أدت إلى تخلخل كبير في جيش النظام وشبيحة جيش الدفاع الوطني وعلى قمة ال20. يعني هذا الأمر أدى إلى تخلخل الجيش النظام والشبيحة والجيش الحر. مع ارتفاع المعنويات حقق الكثير من الانتصارات وحقق الكثير من الغنائم ضمن هذه المعركة. كما قلت لك سيدتي، الجيش الحر متقبل بل مرحب تماما بفكرة هذه الضربات أو بالضربات. حتى يعني إذا كانت هذه التصريحات تصريحات الضربات فقط مجرد جعجعة، يعني أنا أظن بأن هنالك حالة من الانهيار ستصيب الجيش الحر وستقوي جيش النظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الضربات حقيقية تماما وأن تدمر هذا النظام، والجيش الحر يعني يتخذ التدابير من أجل السلامة ويتخذ التدابير من أجل توجيه ضربات نوعية ومن أجل استغلال هذه الفرصة لأنها فرصة من ذهب. طيب أخي، بالنسبة إلى البورصة في دمشق، سمعنا بانهيار البورصة اليوم، أصبح سعر الليرة الدولار الأمريكي يزيد على 300 ليرة. أيضا هناك خبر أمامي يتحدث عن هروب جماعي إلى لبنان والعراق وإيران وقبرص وكرواتيا والجزائر بالطائرات والسيارات والبواخر وحتى الزوارق البحرية الصغيرة في يعني للموالين للنظام. هل تتوقع انشقاقات في الحلقة الضيقة للنظام أو انشقاقات كبيرة في الجيش السوري؟ سيدي الكريم، يعني الانشقاقات في الجيش السوري النظامي بدأت. هنالك أعداد كبيرة جدا من المشقين. اليوم أحصينا عدد كبير من الذين فروا من جيش النظام إلى بيروت ولدينا الأسماء. يعني حالة من النزوح، حالة كبيرة من النزوح
وخصوصا بين صفوف الضباط وبين الموالين للنظام. نعم أنا أتوقع بأن يكون هناك انشقاقات من الدائرة الضيقة، انشقاقات واسعة جدا في صفوف جيش النظام. كما قلت يعني حالة من الانهيار تصيب جيش النظام في الساعات الأخيرة. يعني الخبر صحيح ترى الذي قرأته قبل قليل، حالات كبيرة من الهروب واخراج للعائلات. هناك ضباط قامت بإخراج عائلاتها وفرت، يعني قامت باستخدام هويات مدنية من أجل الدخول إلى لبنان، ولدينا أسمائهم بالكامل. هروب جماعي يعني لجيش النظام. نحن نتوقع انشقاقات في الدائرة الضيقة والدائرة الواسعة لجيش النظام، وخصوصا بين المنشقين. قبل قليل يعني وردني خبر من مدينة قنيطرة بأن كان هناك تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي من جيش النظام متواجد في الفرقة 93 على ما أذكر. سأجلب الخبر بعد قليل من إحدى غرف السكايب. طبعا يعني الجيش الحر هناك استقبل عدد كبير جدا من المنشقين ممن فر من جيش النظام، وأتوقع بأن يكون ذلك أعداد كبيرة من المنشقين، ويتبقى لدى النظام فقط ممن أتى من الخارج للدفاع عن هذا النظام المجرم. إن شاء الله إن شاء الله. الله ينصر الثورة إن شاء الله. أخي هل من كلمة ختامية بتحب توجهها للإخوة في الغرفة؟ تفضل معك المايك. نعم سيدي الكريم، يعني أنا أتمنى من الجميع، يعني لا أعلم من يكون في هذه الغرفة، لكن أنا أطالب الجميع إخوانكم السوريين بحاجة ماسة جدا للتبرع للمساعدة، وخصوصا في المواد الغذائية. حالة كبيرة جدا من النقص، وخصوصا بين الصفوف الناشطين، حالة كبيرة جدا من النقص. يعني نرجو ممن يستطيع المساعدة تقديمها على الفور. لا تبخلوا على إخوانكم. يعني الجهاد في 3 مواقع، وليس فقط الجهاد بالسلاح، الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة. نحن نعمل يعني بكامل استطاعتنا، لكن التجهيزات ضعيفة جدا، الدعم يكاد يكون شبه معدوم. نطالب الإخوة، يعني هذه مطالبة وليست رجاء، نطالبهم بتقديم الدعم إذا استطاعوا ذلك. يعني في منطقة الحول أو في منطقة حمص أنا أعلم إعلاميين لا يتواجد لديهم أي كاميرات، يعملون عبر استخدام الجوال. حتى هذه اللحظة الدعم تقوم جهات كبيرة بسرقة هذا الدعم، ولدينا إثباتات وسنحاسبهم في يوم من الأيام. لكن كما قلت لكم إخوانكم السوريين بحاجة لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أعمالكم وأن يوفقكم بما فيه خير البلاد والعباد. شكرا. شكرا لك أخي الفاضل جلال أبو سليمان، ناشط إعلامي من حمص. بارك الله فيك، وإن شاء الله بنضل على تواصل أخي الفاضل. بارك الله فيك وشكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.